السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة وانت فاتح الموبايل بتتفرج على يوتيوب او بتبعت رسالة لصاحبك او حتى بتدور على معلومة غريبة، في شبكة عملاقة بتشتغل في الخلفية علشان توصلك بالمعلومة دي في جزء من الثانية. بس هل سألت نفسك قبل كده الانترنت ده جه منين؟ ومين اخترعه وبيشتغل ازاي اصلا ومين اللي بيملكه؟ ولا هو كده سايب في الهوا؟ تعال نحكي القصة من أولها، من أيام الحرب الباردة لحد ما النت دخل كل بيت وبقى جزء من حياتنا. القصة بدأت مش في شركة ولا جامعة، لكن في وزارة الدفاع الأمريكية، وتحديدا في وسط أجواء الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي في الستينات. أمريكا كانت خايفة من هجوم نووي مفاجئ، والهجوم ده ممكن يدمر خطوط الاتصال التقليدية بين المقرات الحكومية ومراكز القيادة. الحل لازم يبقى فيه شبكة موزعة، لو أي جهاز منها وقع أو اتضرب الباقي يفضل شغال. ومن هنا بدأ مشروع سري جدا اسمه أربا نت. المشروع ده أطلقته جهة تابعة للبنتاجون اسمها وكالة مشاريع البحوث المتقدمة. أول تجربة حقيقية للشبكة كانت سنة 1969، وربطوا 4 جامعات ببعض. وأول رسالة اتبعتت على الشبكة كانت كلمة لوجن، لكن الشبكة وقعت بعد حرفين واللي وصل كان LO بس كانت بداية. ومن هنا بدأوا يطوروا في الشبكة ويزودوا عدد الأجهزة اللي بتتواصل مع بعض. في الوقت ده كان في مشكلة، كل كمبيوتر ليه طريقة مختلفة في التواصل ومفيش لغة موحدة. سنة 1973 ظهر 2 من العلماء، فينيت سيرف وبوب خان، قدموا بروتوكول جديد اسمه بروتوكول التحكم في النقل وبروتوكول الانترنت، اللي هو TCP والاي بي. الفكرة ببساطة بيقسم البيانات إلى حزم صغيرة ويبعته في مسارات مختلفة ويركبها تاني أول ما توصل للجهة المستلمة، وده خلى الشبكة تشتغل بكفاءة أعلى بكتير وسهل على أي جهاز إنه يدخل الشبكة ويتفاهم مع الباقي. في سنة 1983 تم اعتماد ال TCP والاي بي رسميا على شبكة أربانيت، وده التاريخ اللي بنعتبره ولادة الإنترنت الحقيقي. بعد شوية حصل تطور مهم جدا، وزارة الدفاع الأمريكية قررت تفصل بين الجزء العسكري من الشبكة والجزء اللي ممكن يستخدمه المدنيين. عملوا شبكة عسكرية اسمها شبكة ميلنت، وسابوا الباقي للجامعات ومراكز الأبحاث. وهنا ظهرت مؤسسة تانية غير تابعة للجيش اسمها مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية. المؤسسة دي عملت شبكة علشان تربط جامعات أمريكا ببعض باستخدام نفس البروتوكولات اللي اتعملت للجيش. ودي كانت أول خطوة حقيقية في تحويل الإنترنت من مشروع حكومي محدود لشبكة عامة مدنية مفتوحة. بعد نجاح الشبكة في أمريكا بدأوا يفكروا يوصلوها لباقي العالم، وده حصل بطريقتين: عن طريق كابلات ألياف ضوئية تحت البحر زي الكابل الشهير TAT-8، وده كان أول كابل ألياف ضوئية عابر للمحيط الأطلنطي، واشتغل سنة 1988 وربط أمريكا بأوروبا. كمان في بوابات إنترنت دولية، كل دولة بدأت تعمل بوابات إنترنت توصلها بالشبكة العالمية، وده تم عن طريق الأقمار الصناعية أو نفس الكابلات البحرية اللي ماشية تحت المحيطات. والنتيجة الإنترنت بقى يوصل لأي دولة عندها البنية التحتية دي. طيب مين اللي بيتحكم في الإنترنت؟ الإنترنت مش سايب كده، لكن في نفس الوقت مفيش شخص أو حكومة واحدة بتحكمه. اللي بيديروه منظمات وجهات كتير، زي شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة، ودي مسؤولة عن إدارة أسماء المواقع ونطاقاتها زي الكوم والORG، وتوزع عناوين الاي بي على الدول. والاتحاد الدولي للاتصالات، ودي جهة تابعة للأمم المتحدة بتنظم حركة الاتصالات بين الدول وخصوصا الكابلات والأقمار الصناعية. كمان في هيئة مهندسي الإنترنت، دي بتحط القوانين والبروتوكولات اللي الأجهزة بتمشي عليها. وكمان في السجلات الإقليمية لعناوين الإنترنت. كمان في شركات البنية التحتية العالمية زي تاتا كوميونيكيشنز دي في الهند، وNTT اليابان، وليفل 3 كوميونيكيشنز أمريكا، دول اللي عندهم الكابلات الرئيسية بين القارات. كمان كل بلد بتقدر تمنع مواقع وتحط رقابة وتتحكم في شركات الإنترنت المحلية، زي الصين اللي عاملة جدار ناري يمنع استخدام جوجل وفيسبوك ويوتيوب. الإنترنت دخل الدول العربية متأخر شوية عن أوروبا وأمريكا. مصر سنة 1993 أول دولة عربية دخلها الإنترنت عن طريق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. الإمارات سنة 1995 عن طريق شركة اتصالات. السعودية سنة 1997 بس كانت متاحة للعامة بعد ما كانت محصورة في الجامعات، وبعدهم بدأت باقي الدول تدخل بالتدريج: الأردن والمغرب والكويت والجزائر ولبنان. الإنترنت بدأ من خوف عسكري يتحول لأداة علمية، بقى خدمة عامة. دلوقتي هو في كل بيت وكل جيب وكل لحظة من حياتنا. بس اللي لازم نفتكره دايما، الإنترنت مش مجرد شبكة، ده أكبر كيان بشري تعاوني حصل في تاريخ البشرية، وفي علم وهندسة وسياسة واقتصاد وحتى صراعات. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.